dans ces Je ne suis pas circonstances-là. franco-marocain. Oui. Je suis immigré en France et je suis marocain. السلام عليكم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمر بالتحفظ على الممثل المغربي جاد المالح لحين إجراء التحقيقات معه بتهمة إهانة الدولة الفرنسية. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخور بالممثل المغربي جاد المالح وبموقفه الشجاع في القناة الفرنسية، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. الممثل المغربي جاد المالح أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعدما قالت له مذيعة فرنسية بأنه مواطن فرنسي مغربي، فرد عليها بكل فخر بأنه مغربي فقط ومهاجر لفرنسا، مما أدى إلى جنون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد هذا اللقاء. وعندما اطلع على الحوار التلفزيوني للمغربي جاد المالح، قرر ماكرون التحفظ عليه لأنه أهان الذات الفرنسية حسب قوله ولم يفتخر بها. ومن المقرر عرض الممثل المغربي جاد المالح على النيابة الفرنسية خلال الفترة القادمة. ويواجه الممثل المغربي جاد المالح البالغ من العمر 52 عاما تهما من النظام الفرنسي تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات. إلى متى يكره النظام الفرنسي كل ما هو مغربي؟ وفي النهاية، إذا كنت فخور بالممثل المغربي جاد المالح فاضغط إعجاب على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.